السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا دبست المدام في أكلة بنحبها كلنا. إيه، قولوا عليها بقى زي ما تقولوا فطيرة اللحمة المفرومة. بس أنا شايف إن العجينة بتاعتها قريبة يعني من السابليه. أماني بس حاجة حادقة كده وجميلة. هنيجي بقى هي هتقول لنا إيه اللي هنعمله. هتبدأي تعملي الأكلة يا ست أم غادة؟ ايوه، هنعمل نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق. ماشي. وعليه 5 معالق سمنه اهو. 5 معالق سمنة. 5 ولا 6؟ 5 6 يعني عادي، مفيش مشكله. حسب ما ما الدقيق يقبل يعني. عشان ممكن لو عايز تاني احط له. حسب ما الدقيق انت. هي كده بدأت تبس الدقيق في السمنة اللي حطيتها عليه، اللي هم 6 معالق سمنة على النص كيلو دقيق أو أكتر، نص كوباية يعني. المكونات بتاعتها اللي هو الدقيق والسمنة. وإيه ده يا أم غادة؟ ده بيضتين، عامله الصفار لوحده عازله والبياض. الصفار لوحده، بيضتين عازله الصفار لوحده والبياض لوحده. الصفار ليه استخدام والبياض ليه استخدام. البياض هحطه مع الدقيق دلوقتي مع العجن. الشوربه. لكن الصفار ده هندهن بيه وش الصينيه. لما تخلصي تدهني بيه وش الصينيه. طيب جميل. انت بتحطيها بتزودي بتعملي العجينه بقى بايه؟ بميه ولا لا، بشويه شوربه. شوربه مرقه يعني مرقه. مرقه عندي ستوك فراخ او ستوك لحمه. لا، وما فيش شوربه، ممكن شويه ميه وتحط شويه واحده مكعب ماجي. مكعب مرقه. مكعب مرقه مش هنقول وتدفيهم على النار، مش تغلي، لا ده تدفي عشان تحطها على العجين. وشويه ملح وشويه او فلفل. تغلي وتسيبيها تبرد براحتكم بقى، يعني الواحد ما بيكون مستعجل يعني. امم طيب وبعدين بقى بتعمليها ودي اللحمه المفرومه. اخلص الاول العجين. طيب خلص العجين. شكلها هتضربني يا جماعه، شكلها هتضربني اصلا ما بتحبش التصوير. اعمل يا باشا يلا، عك وربك يفك. ما بتاخدش اي اضافات تانية ولا بيكنج باودر ولا؟ لا، هتراش بيكنج باودر. هي السمنه بتدوبها لوحديها. يا جمال. الشوربه حطينا بقى، نحط البياض بتاع الصفار. بياض البيض كده بعد المرقه اللي بنعجن بيها العجين. حطينا بياض البيض. بيضه واحده ولا 2؟ لا، هما 2 بيضتين. هتعملي صينيتين 2، هتعملي صينيه واحده يبقى واحده. والعجينه دي انت عاملاها لصينيتين ولا لصينيه؟ انا عاملاها لصينيتين كده. هي عملت مش معايا. احط شويه دقيق بقى عشان تمسك. بنربطها بالدقيق. لا، مهنيه 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 استاذه. بس على فكره انا عملت لك اهم حاجه في الفطيره. مخرط لك البقدونس تخريطه بنت لذينه. بصي حضرتك بصي. معلش خلصتها شاطر. لسه هتقعد بقى تعملها. ما هو اللحمه دي لحمه متعصجه ببصل. ايوه، ببصل يعني متعصجه بس مش واخده حاجات اضافات تانية غير البهارات والبصل، واذا كان قرن فلفل اخضر. واهم حاجه تحط حزمه بقدونس. البقدونس على اللحمه بعد ما تخلصيها خالص وتستوي تقومي حاطه البقدونس وتقلبيه. يا جامد قوي. كده يعني لمت العجينه. هي كل ما احتاجت دقيق اديتها علشان تعمل عجينه متماسكه ما تلزقش في الايد. وبتفردها على الرخامه كده عشان تحطها الطبقه الاولانيه. وهتحشي بعد كده
وكده هي يعني انت فردتيها فرده بسيطه مش كتير قوي عشان تعرفي تحطيها في الصينيه، وكملتي فردها في قلب الصينيه اللي انت عايزاها. عايزاها ايه؟ عايزاها سمنه وشويه ورشه شويه دقيق عشان ما تلزقش من عشان ما تحت. تلزقش يعني. انت حاطه في الصينيه من تحت سمنه وشويه دقيق. طيب بعد كده هتحطي بقى اللحمه المعصجه. حط اللحمه المعصجه، حط معاها في قلبها البقدونس. نحط بقدونس بس. بقدونس بس كده. امسكي طيب حضرتك كده يعني الكميه كلها. حطها بس. دلوقتي هتفردي بقى اللحمه اللي هي ام بقدونس في قلب الصينيه، وبعد كده نحط الرق التاني اللي على الوش ان شاء الله. استنى عشان دلوقتي الحاجة فرشت اللحمة في الصينية بالشكل ده كده، وهتحط الرق التاني على الوش وتقفلها. حطيتها وبتقفلها من الجناب الرق اللي على الوش. وهتعملي ايه بقى بعد كده؟ هنقفلها ونعوصها بقى صفار البيض. وبعد كده تتحط في الفرن. هتبقى حاجة كريسبي وجميلة كده مقرمشة عشان زي ما بتعملها لنا، ولا دي عشان تصوير هتبقى؟ والله انت وبختك بقى. نص لبة. انت وبختك. لا هو الجمهور يزعل مننا. ده حبايبنا دول. احنا بنعمل لهم. انا قلت دي علشان عارف انها هتبسطهم قوي. كده بعد الفطيرة ما قفلتها هتعوص الوش صفار بيض، وبعد كده على ما اعتقد هتخرمها علشان ما تقبش، تبقى عامله زي العيش. معلش بقى يا جماعه، انا بعمل بايديا على حسب ما انا واخده كده. ما احنا عارفين انك نضيفه لان هو ده. انا عارفه ان لازم بالشوكه وبتاع. انا عندي الشوك وعندي، بس انا انا اللي بشتغل بالفرشه بس. مش واخده. وبعدين ما احنا ده عارفين ان الغسله مظبطه الدنيا كويس يعني. احنا اللي هناكل يعني. خرمها بقى بالشوكه وحطها فين الشوكه؟ انا هجيب لك الشوكه. هات خلاص كده. انا قايم بدور المساعد بتاعها وبخرم بخرم العجينه علشان زي ما قلنا ما تنفش، ما تقبش زي رغيف العيش. بتبقى على فكرة على ما أظن الملفي برضو بيخرموها كده يعني. عجينة الملفي الفيتاج. يا جماعة كده خلاص، هي كده خلصت وهتدخل على الفرن. يا جماعة الفطيرة هي طلعت بعد ما استوت وهي في الفرن طلعت، وطعمها ان شاء الله هيعجبكم، والهنا والشفا. باي باي.